دي مأذنة جامع أحمد بن طولون المرسومة على ورقة ال5 جنيه. الجامع اللي اكتمل بناؤه في سنة 265 هجري 879 ميلادي علشان يكون أكبر جامع في مصر على مساحة 6 فدادين ونص. المميز في المأذنة بتاعته إن هي الوحيدة اللي في مصر اتعملت بالشكل ده. طرازها اسمه طراز الملوية، السلم بتاعها خارجي زي ما احنا شايفين، ودي معمولة على طراز مأذنة جامع سرة منرأة اللي في العراق. من الأساطير اللي اتقالت عليها إن لما المؤذن كان يطلع علشان يقول الأذان كان بيطلع وهو راكب على حمار. لو بصينا جنبها هنلاقي في مأذنة وقبة تانيين بتوع مدرسة الأمير سرغطمش، كان معاصر للسلطان حسن. بنى المدرسة بتاعته دي في سنة 757 هجري 1356 ميلادي، وهو ملهوش أي علاقة خالص بجامع أحمد بن طولون، لدرجة وهو بيعمل المدرسة بتاعته هو قفل باب من أبواب الجامع. اللي يهمنا في المدرسة دي إن ندرس فيها العلامة ابن خلدون لما وصل عندنا في مصر.